بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك. جبت كيلو ونص فول، وريت لكم الكيسان اللي انا نضفتهم وهو عدتها نص 3 نصاص يبقى كيلو ونص. فبوريكم يعني الفول بنقي منه الهن الغلاية العفشي. شايفين ده الغلاية ده بايظة وحشة ملهاش عازة. شايفين لازم الفول يتنقى في طين، في غلاية بايظة، في غلاية مسوسة. شايفين الغلاية ده زي يعني شبه معطل نقديته. شايفين الطين ما شاء الله. لازم يتنضف ولازم يتغسل غسلة زينة بالمية والخل، عشان ايه ما يبقاش فيه اهداء. برضو شايفين الطنية وكبرها وحجمها قد كده. والغلاية الوحشة نرموها، السودة نرموها، الحمرا قوي نرموها. شايفين الغلا ده الغلة دي مسوسة ملهاش عازي، تترمي ما تنفعش شي. هتبقى قاعدة فوق في الدماسة من فوق، او حسب ما انت ما تقول عليها دماسة او فوالي. وهنا تبقى اوريكم ان لازم ان الفول تنقوه، والغلاية الصغيرة الناشفة برضك تحشوها. وشايفين انا اللي بحوشه وحش بحطه في الطبق دكيت عشان ارمي لي الفراخات. شايفين لازم الفول يتنضف. شايفين العود، كل حاجة متعوداكم ان كل حاجة امشي معاكم هبابة بهبابي، لحظة بلحظة عشان ما تتوهوش مني. شايفين ما شاء الله. بس انا نقيت كيسيان من غير ما افتح الكاميرا، ونقيت معاكم كيس اهو قدامكم اهو. شايفين بألف هنا وشفا علينا وعليكم. لو عندك في التدميس لو عندك جزرية حطيها، لو عاوزة تحطي بطاطاية حطي، لو عاوزة تحطي رز حطي، لو عاوزة تحطي عدس حطي، كل دي عاوزة تحطيه مع بعض دي كله حطيه عادي. وتحطي شايفين هنا تبوريكم قال ان حشت الوحش، وهنا اخدتهم وغسلتهم غسلة زيني. وتحطي شت خل، وتحطي لو عندك ليمونة حطي ليمونة قطعيها بالنص واعصريها وحطيها بقشره، مش هتعمل مرارة ولا مش هتعمل حاجة. وهنا زي ما انتوا شايفين الدماسة حجمها كبير ما شاء الله. فبدمسها كده وكيسهم بعدين في الأكياس واحطهم في الفريزر. كل ما اكون عاوزي اطلع الكيس دي من عشية مثلا، او اطلعه في الصبح على ما يجي الغدي يكون فك منه الحمد لله. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. وفي اليوم ديت يا جماعة تدميس الفول بالذات. انا بحب ادمس الفول من عشيه، بحب ادمس الفول من عشيه. شايفين البوتاجاز ما فيهوش ولا حاجه. في الفيديوهات الجايه هتشوفوا البوتاجاز اتحرق وجبنا له الراجل. وهنا لازم تحط له حله ميه تغطيه به تكون مليانه ميه عشان تزودي منيه. والفول ما تفتحوش غير بعد 3 ساعات من بعد ما تحطيه على البوتاجاز. تكوني مظبطه له ميته وتكون مظبطه له كل حاجه، ما تفتحوش غير من بعد 3 ساعات. وهنا والبوتاجاز والله العظيم الشقة شايفين شكل البوتاجاز انتوا. البوتاجاز عمل اتحرق وولع والشقة بقت مدخنة. يعني الحمد لله ليلة ستر ربنا، ليلة ستر ربنا كانت بصراحة لا حول ولا قوة الا بالله. الحمد لله. بس بقى عرفت ان ربنا ما يحبني انا وجوزي وعيالي، والف حمد وشكر. وهنيتي قلت اعمل معاكم الفيديو ده شيق 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 بصراحة. هو كذا هنية ببعضه. آه تدميس فول وتحضير مكرونة وصبين مواعين. فبصراحة تعبت في الفيديو. ودينا الله يبارك لكم لايكات ومشاهدات، واشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وحطوا اللايك. ويا رب يجعل لكم من كل ضيق مخرجا، ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا، ويجعل الفرح قدامكم والسعادة خدامكم. ومتنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين. واتمنى ان فيديوهاتي تعجبكم وتنور رضاكم. و... وانا فيديوهاتي الحمد لله يعني بسيطة، يعني فيها اكلات بفراخ، وفيها اكلات ببط، وفيها اكلات بفول وبطاطس، اكلات خفيفة واكلات الحمد لله. يعني قناتي متواضعة وبسيطة ومش معذرة بنت صغيرة مزعق معاها. وهناتي المكرونة سايباها تاخد لون شوية، وهقطع بصلة معاكم. شايفين البصل لازم تقطعيها صغير صغير. لو عاوزة تحطي بصلة متحجمة أو متوسط حطي، لو عاوزة تحطي بصلة بردك مش كبيرة جو ولا صغيرة حطي. ولو عندك معلقتين صلصة. أنا ما كانش عندي والله صلصة، لا يا ريت كان عندي صلصة، بس على ما ابعت ويجيبوا لي صلصة
هتكون المكرونة استوى. فقلت خلاص هقطع لها طماطماية على قداتها او طماطمتين. شايفين المكرونة ما شاء الله. يعني انا حاطة البلانشة جنبه وبقلب في المكرونة واعمل في البصلة. مش لازم يا جماعة نعمل لنفسنا كده يد انتوا بشغلها في حاجة واحدة، لا، هنا حاجة وهنا حاجة تخلص كل حاجتك مع بعضها في وقت واحد. وديني هقطع معاكم الطماطم برضو اهي، شايفين ما شاء الله. هقطعها مكعبات صغيرة. وبألف هنا وشوف علينا وعليكم إن شاء الله. وأتمنى إن فيديوهاتي تعجبكم وتنور رضاكم. وانتوا زي ما عارفين أنا بمشي معاكم خطوة بخطوة عشان ما تتوهوش مني، وعشان البنات اللي داخلة المطبخ تجي تتعلم، والبنات برضك المقبلة على الزواج برضو تبقى كل حاجة قدامها بسيطة. هنا لازم تنسلق البصل الأول وتاخد صدمة كده وتشويحة، يعني المكرونة تاخد من ريحتي وتاخد من طعمها. وهنا حطيت لها ملح، شايفين ما شاء الله. وبقلب فيها ديني برضو. شايفين اللون بتاع المكرونة. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. ولو عندكم صلصة حطوا صلصة، انا بقول لكم لو عندكم حطوا، انا ما كانش عندي والله. فزي ما انتوا عارفين لو بعت هيتأخروا. وما وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتدوسوا على الكل وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبشكر اخواتي ومتابعيني اللي متابعيني دول ماشي، واتمنى اكبر بيكم ومعاكم ان شاء الله، وعيلتي تكبر بيكم ومعاكم، وعشمانا في ربنا خير ان شاء الله. وربنا يدهوني ويوفق كل واحد كده يا رب في قنواته، ويكرمنا ويكرم كل واحد فاتح قناة، وكل واحد يكرمه في شغله ان شاء الله. هنيت البصلة حلوة على قدات عشان ما تتحرقش مني. هي خدت تشويحتين 3 كده، شايفين انتوا. وهقلبها قلبتين كده واحط الطماطم على طول، يعني شايفين طماطمة واحدة داي. وبألف هنا وشفي. اللون بتاع المكرونة الله اكبر عليه ما شاء الله. بس والله الكاميرا ظلماه، والطعم بصراحة كان فوق الخيال. بصراحة ما كنتش اتوقع ان طعمها وريحتها هيبقى بالمنظر دي تاي. الطعم تحفة تحفة تحفة، شايفين ما شاء الله. والبصلة زي ما انا قلت لكم لازم تكون المكرونة صفرا عشان ما تحرقش معاكم. وهناتي بدوقها اشوف الملح بتاعها مظبوط ولا ايه. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا اللايك وتفعلوا الجرس وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد. وهناتي حطيت الملح بتاعها وهقلبها واغطيه. واول ما تاخد لها غلوتين 3 كده روحت تهدي عليها النار. تطيب على نار هادي وتبقى مستوية وتحفة. بألف هنا وشفا عليكم، شايفين ما شاء الله. بألف هنا وشفا ان شاء الله علينا وعليكم. والبطين اللي قاعدين على البوتاجاز دول بقول البطين قاعدين دول بنت حطهم هتحضر تاكل هي واخواتي على ما المكرونة تستوي تبقى، عشان هي رايحة الدرس وهتاكل وتمشي تروح الدرس. وبعد كده لما تاجي بنخليها طبق مكرونة. شايفين ما شاء الله لون المكرونة. وانا زي ما قلت لكم الكاميرا ظلماها والله. هي ما في الحقيقة اللون كان تحفة، بيتكلم عن نفسه ويفتح النفس. شايفين ما شاء الله. هو المكرونة ده مكرونة خواتم. بألف هنا وشفا علينا وعليكم إن شاء الله. هناتي قلت أغسل معاكم المعونات وأصب نصب بنازاني. شايفين المعونات معونات الفطار. يعني قلت بدل ما يقعدوا للعشي وجوزي يلقاهم يعمل معي مشكلة، فقلت أصبنهم صب بنازاني عشان جوزي من النوع اللي هو ما يحبش المواعين تبقى متكومة في الحوض، يحب المطبخ نظيف، ما يحبش الكركبة في أي حاجة في الشقة كلها عامة. والحمد لله الحمد لله. الواحد طول ما فيه صحة لازم يقوم يعمل مشغوليات بيته وشغل بيته وكل حاجة، ويعدل مكانه كده. اكنس بيتك ورشه، ما تعرفش مين اللي هيخشه. والحمد لله على كل حال. هنا لازم نغسل الكوبايات الأول غسلة زينة كده، عشان بعد كده نغسل وراهم التناكة لو في تناكي، وبعد التنكة يعني. وبعد كده نغسل بعد كده الصحنات والطباق. هنا بقى الكباب اللي فيها تفل بغسل منها التفل الأول، والكباب اللي فيها شاي بحليب بمحوش منها
برضك اكب الشاي بالحليب، فبرضه في الهني في البولة هي قدامكم. وبعد كده بعد ما غسلت مدينة مشاهدة ومشيدة زاني، وبعد كده نشوف ايه اللي هنغسله وراه. ولازم تشاهد الكوباية زين كده عشان ايه، وتحطيهم يخليهم يصفوا على الصينية. والحمد لله. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين. واتمنى الفيديو يعجبكم وينور رضاكم. وانا زي ما قلت لك، لما تكوني تشتغلي في حاجة، انا ضربت حطيت المكرونات واصبن في المعجنات بعدين على طول. قلت على ما يستوى قاعدة جنبي وما اصبن في المعجنات. وما تنسوش تشتركوا في قناتي. هنا مش عارفة باين ما ما غسلتش تنكة كان ولا لسه، ولا اهي التنكة الحمد لله. ما صبنا من التفلة دينا عشان نحط لها شد برال. شايفين البرال؟ حاسة نفسي كده مش قادرة اغسل مواعين زي زمان. مش عارفة، بس عشان انا عندي نقص فيتامين د، الفيتامين د عندي 20. واللهم صل على سيدنا محمد وحاسة كده نفسي تعبانة جدا. حاسة نفسي جسمي تقيل.